هل صلاة التراويح بدعة؟ ولماذا سميت بالتراويح؟ وهل صلاتها في الجماعة بدعة؟ وهل يفضل أن تصلى مفردا؟ وهل هي صلاة مفروضة في شهر رمضان؟ وبهذا الفيديو راح أجاوبكم على هاي الأسئلة. السلام عليكم، وياكم عبد الرحمن من قناة عبدان يوتيوب. أتمنى المحتوى اللي قاعد أقدمه يعجبكم، ولا تقصرون وياي لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، ودعمونا بالقناة. ما أطول عليكم، خلينا ندخل بالفيديو. لاحظت شي بهاي السنوات إن أغلب الشباب اللي بعمري والأصغر ما عندهم ثقافة البحث عن الأجوبة الدينية، فقط يستعملون السمع والظن، وينقادون ورا شي ممكن يكونون سامعين من أهلهم، وممكن من صديق أو رجل كبير بالسن، ويبنون عليها عقيدتهم الدينية. وهذا الشي برؤيتي الشخصية خطأ غير صحيح، لأن دين الإسلام مو دين استماع فقط أو أقوال متوارثة نمشي وراها بدون معرفة صحتها. لذلك أني من قررت أعرف الدين الصحيح شنو ومن هو الله، اتبعت القرآن الكريم، ولأن القرآن لا ريب فيه، ماكو أي كلمة متغيرة فيه من يوم أنزل، وأيضا هو كلام الله عز وجل المنقول على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو مرجع الأول في معرفة الدين الصحيح. وكقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولما تعرف أن القرآن الكريم به أوامر الله عز وجل للعباد، وهذه الأوامر غير واجب أن تتخطاها بأي ظرف من الظروف. ومن الأوامر الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي وجوب اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف. وقوله تعالى أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سورة النساء. واللي يأكد وجوب اتباع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم هي سورة النجم، لقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من تعرف أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا بوحي من الله، أي إلا بأمر من الله، وتصدق هذا القرآن، فمستحيل تبعد عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ حاليا بجواب أول الأسئلة: هل صلاة التراويح بدعة؟ لما بديت أبحث في القرآن الكريم عن صلاة التراويح ما لقيت شي بهذا الاسم، لكن عندما بحثت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت الآتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال وصلى فيهم، وفي الثالثة أو في الرابعة لم يصلي، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وهنا ثبتت التراويح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي محمد المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، يعني هي موجودة لكن خاف انه يستمر بها ويا الناس، فالناس ياخذوها فرض يفرض عليهم، وهذا الخوف زال بعدما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عرفنا جواب السؤال الأول، لكن ممكن تقول إنه هذا الجواب غير كافي، ممكن يكون الحديث مو صحيح. راح أطلب منك تسمعني لنهاية الفيديو. نستمر بالأجوبة على الأسئلة اللي طرحتها من بداية الفيديو. لماذا سميت بصلاة التراويح؟ يرجع أصل تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم إلى ما كان يؤدوه المسلمون في مكة المكرمة
إذ كانوا يؤدون 4 ركعات من صلاة القيام في رمضان، ثم يأخذون قسطا من الراحة ويطوفون بالكعبة المشرفة، ثم يؤدون 4 ركعات أخرى، ثم يطوفون مرة أخرى بالبيت. ولهذا السبب سمي صلاة قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح، لأن كانوا الشيوخ والأئمة يستريحون بين كل 4 ركعات. السؤال الثالث: وهل صلاتها في الجماعة بدعة؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته الناس، يعني صلوا معاه الناس، ثم صلى من القابلة أي من الليلة المقبلة فأكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فهذا دليل واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من أيام رمضان صلى بالناس في المسجد صلاة قيام الليل. هو كان الإمام والناس كانوا وراء، صلى صلاة القيام اللي هي حاليا مسمى بالتراويح، صلى صلاة القيام. هنا دليل واضح أن صلاة قيام الليل في رمضان أي المسمى بالتراويح واجب أن يصلى فيها إماما وتصلى جماعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث للرسول قال فيه: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. وهسه نجاوب على السؤال الرابع: هل يفضل أن تصلى صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان مفردة؟ من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسجد مع الناس ويتركها خشية أن تفرض عليهم، لا إراديا تستنبط من الأحداث أنه يفضل أن تصليها جماعة مع الناس مع الإمام في المسجد، ولكن غير مفروض عليك أنه أنت تصليها جماعة. تقدر تصلي صلاة التراويح أو قيام الليل بمفردك بالعدد اللي كان يسويه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان يصلي 11 ركعة، 8 صلاة التراويح و2 شفع ووحدة وتر. وهل هي صلاة مفروضة في شهر رمضان؟ الصراحة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالأيام العادية أي بدون وجود شهر رمضان، يصلي صلاة قيام الليل كما ورد في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهنا توضح عندك الصورة من أصل صلاة التراويح وهي صلاة قيام الليل، لكن لأن شهر رمضان به هواية من الأجر وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا السبب يحث أصحاب العلم على كثرة صلاة النوافل أي بعد الفروض، صلاة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. وأكو ناس تسأل: هل أصلا هي موجودة صلاة قيام الليل بالقرآن الكريم؟ أنا مو مصدق، يعني ما أشوف أن صلاة قيام الليل مفروضة بالقرآن، ما سامع لها أي شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضا كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأكو دليل آخر يثبت أن الله سبحانه وتعالى يشوف عباده اللي يصلون صلاة قيام الليل، لقوله تعالى: أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهاي الآيات تدل على وجوب صلاة قيام الليل حتى لو تغير اسمها في رمضان إلى صلاة التراويح. وبهذا الشهر حاول تتقرب لله سبحانه وتعالى وادعي بهذا الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وجنبني اتباعه. بالجواب على السؤال الأول طلبت منك تنتظر إلى نهاية الفيديو حتى تعرف هل إن الأحاديث المنقولة صح أو خطأ. لازم تدرس على شروط الحديث الصحيح وتتخذ السبب بعد ما تكون فاهم مو ناقل. يعني مثال، إذا الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني قال لك هذا الحديث صحيح ولازم تتبعه، أنا برؤيتي الشخصية هذا الشيء غلط، وخصوصا إذا شكيت بالحديث المنقول من عنده أو الرواية شفتها إنه هي لا داخل قلبك ولا مواكبة المنطق اللي أنت تعرف. واعرف شيء واحد، إنه الله خلقنا حتى نتعرف عليه من القرآن الكريم، مو على لسان فلان ولسان فلان ولسان فلان. تريد تتعرف على الله جدا ونتعرف عليه وعلى صفاته، علم القرآن، اقرأ وتدبر فيه، وناخذ أطباعنا ونقوي إيماننا من صفات الأنبياء والرسل في كتابه الكريم. لا تخلي دينك وعقيدتك تابع لشخص فاني راح يموت بيوم من الأيام. خلي دينك وعقيدتك تابع لله سبحانه وتعالى. وأي كلام تسمعه بخصوص الدين اللي أنت تتبعه روح دور عليه، دور على الأجوبة. أي سؤال يجي ببالك روح اسأله، تعلم إنه أنت تسأل. وأي كلام بخصوص الدين روح ابحث على صحته. لا تكون مطيع لبشر وكن مطيع لله سبحانه وتعالى والأوامر الله في كتابه الكريم. وإذا عندك أي سؤال تعلم شلون تسأله وتبحث على أجوبته. وكقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لهنا أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب تكونون استفاديتوا ويا رب يهدينا جميعا إلى الحق ويرزقنا اتباعه. كان وياكم أخوكم عبد الرحمن من قناة عبد الدان تيوب. أتمنى المقطع عجبكم، لا تقصرون وياي لايك اشتراك وتفعيل الجرس. وإذا تريدون تكتبوا لي أي تعليق اكتبوا لي، وإذا عندكم أي سؤال اسألوني. مواقع التواصل الاجتماعي موجودة عندكم في صندوق الوصف. في أمان الله ونشوفكم في المقاطع القادمة.